احنا عايشين في وقت اي حد يقدر يقول اي حاجة في اي وقت، وطبعا الفضل ده كله يعود للسوشيال ميديا. مش مهم الكلام بيطلع صح ولا غلط، لان في الاخر مفيش حد مننا بيدور ورا المعلومات دي. وللأسف والمشكلة ان لما المعلومة تتكرر كذا مرة كفاية بتترسخ في وعي الناس، والناس بتعتقد ان هي صح. تفتح سوشيال ميديا دلوقتي هتلاقي ناس بتتكلم بثقة مستفزة عن حاجات اساسا متناقضة. واحد يقول لك ما تاكلش كربوهيدرات، ان الكربوهيدرات دي هتبهدلك، والتاني يقول لك لا الكربوهيدرات دي اساسيه ومن غيرها ما تقدرش تعيش. واحد بيقول لك ابعد عن اللبن، والتاني بيقول لك اللبن اساسي لانه اللبن هو غذاء الحياه ولازم تشربه كل يوم. فالفرق كبير. وفي نفس الوقت واحد يجي يقول لك مش هتبقى صحي غير لو بقيت فيجن، والتاني يقول لا كيتو هو الحل. فانت بتبقى قاعد في النص محتار، وكل واحد متأكد وكل واحد صوته عالي. فالموضوع بقى عامل زي دوشة، وانت واقف في النص مش عارف تسمع مين ولا تمشي ورا مين ولا تاكل ايه ولا تشرب ايه.